يا جماعة خلينا متفقين ان اكتر حاجة احنا كستات بيوت بندخل المطبخ بنزهق منها هي حاجات المطبخ، لاننا بنشوفها كل يوم تقريبا وبنستخدمها كل يوم. فالحلو جدا في الموضوع ان لو انتي عروسة بتختاري حاجتك، اختاري قطع المطبخ على اساس تناسبك كل سيزون مثلا. يعني حاجات تناسب الشتاء، حاجات تناسب الخريف، حاجات تناسب الربيع. صدقوني هيفرق معاكم قوي. عايزه اوريكم القطع بتاعه الخريف الخطيره دي. بنات ده طاجن كبير على شكل يقطين لونه بورسلين، حلو قوي تعملي فيه اي حاجه وحجمه خطير. اليقطينه البيضه الصغيره دي كمان ممكن تستخدميها على رخامه المطبخ، تحطي فيها اي سناكس، تستخدميها كديكور على اي ترابيزه عندك. الاطباق الخطيره دي يا جماعه شكلهم حلو قوي. اصلا حاجات الخريف بتبقى خطيره وفيها رقي. شوفوا لي المج الخطير ده يا جماعه وحلاوته. على فكرة حجمه جامبو حلو قوي. لما بننوع في حاجات المطبخ صدقوني مش بنزهق، وكمان بنحافظ على الحاجة من كتر الاستهلاك. يعني لما بتستخدمي حاجات معينة كل فترة بتعيني بقى الحاجات اللي تخص الفترة دي، فبتحافظي على الحاجات اللي تخص الفترة التانية. بصوا بقى كمان القالب الكبير ده خطير. كمان دي بولة ممكن تعملي فيها سلطة. بأجواء الخريف يا جماعة كل القطع الشيك دي طبعا في بيت ورد يا جماعة.